لونه اسود قاتل، لو بني اعمل نفسك ميت، لو ابيض اتشاهد. ده حرفيا دليل النجاة لو قابلت دب. بص يا سيدي، الدببة متقلبة المزاج جدا، وطريقتك في التصرف ممكن تفرق بين مغامرة لطيفة أو آخر سيلفي ليك في حياتك. نبدأ بالدب البني أو الجريزلي. معاه عندك فرصة إنك تنجو. النوع ده ما بيحبش ياكل الحاجات الميتة، فأذكى حاجة تعملها إنك تعمل نفسك ميت، وقع نفسك على الأرض، غطي رقبتك، وادعي إنك تبقى شاطر في التمثيل. أما بقى لو دب أسود، التمثيل مش هينفعك. النوع ده مش فارق معاه ميت، حي، مكتئب، مبسوط، كله أكل بالنسبة له. الحل إيه؟ حاول تقاتله، كبر نفسك، زعق، ارمي عليه أي حاجة، اعمل نفسك مصارع في دبليو دبليو إيه. لكن لو شفت دب قطبي يبقى خلاص الموضوع انتهى. الدب الأبيض ده ماكينة قتل ما تعرفش الرحمة، هو الوحيد اللي فعلا بيصطاد البني آدمين. فلو لقيت نفسك وش لوش معاه، ودع اللي حواليك وتشاهد. وقبل ما انسى، الدببة عندهم حاسة شم رهيبة، بتشم الأكل من أميال. يعني لو ماشي في الغابة وشنطتك فيها أكل، اعرف إنهم بالفعل في طريقهم ليك. وأخيرا، لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.